كده كده يا زمالك، الدوري في الجزيرة عامل فيها بطل وهو بتاع بليلة. مبروك لنادي الأهلي الفوز ببطولة الدوري العام. إمام عاشور في استاد القاهرة بيحتفل مع لاعبي الأهلي ببطولة الدوري العام. ألف ألف مبروك حصول النادي الأهلي على بطولة الدوري العام ال43 بلا هزيمة. بطولة الدوري حتى الآن بلا هزيمة. كولر المدرب العبقري، كولر المدرب القوي، كولر الذي حصل على كل البطولات حتى الآن، بداية من مشاركته من سوبر مصري وكاس مصر، سوبر مصري، كاس مصر، دوري أبطال أفريقيا، ده سوبر مصري، والآن الدوري العام. 5 بطولات حتى الآن، 5 بطولات حصل عليها كولر حتى الآن. ولاعبي الأهلي يحتفلون ببطولة الدوري العام في محفل أوروبي. الكل يأتي بأسره، احتفال أوروبي لم يحدث من قبل، لم نراه من قبل داخل الملاعب المصرية، بل رأيناه في الملاعب الأوروبية احتفالات بهذا الدوري، لكن احتفال بداخل الملاعب المصرية لأول مرة نراه. فالأهلي يأتي بكل ما هو جديد، الأهلي يأتي بكل ما هو جديد. وإمام عاشور أهلاوي، وإمام عاشور أهلاوي، وننتظر في الأيام المستقبلية أحمد فتوح يكون بداخل صفوف نادي الأهلي إن شاء الله، إن شاء الله في الأيام القادمة. هناك من يتحدثون وليقول يا سيادة المستشار يا لعيب، يا سيادة المستشار يا لعيب، يا مرتضى يا لعيب، إمام عاشور في الزمالك. واللي يقول هو خالد الغندور على قناته، على قناة الزمالك في برنامج زملكاوي. إمام عاشور في الزمالك، إمام عاشور في الأهلي، إمام عاشور في الأهلي مضى لمدة 5 سنوات قادما من ناديه البلجيكي بمقابل 2 مليون دولار و600 ألف. 2 مليون دولار و600 ألف، وهذا المبلغ المباع به من نادي الزمالك إلى النادي البلجيكي 2 مليون دولار و600 ألف. في النهاية نحتفل ببطولة الدوري العام، وألف مبروك بطولة الدوري العام ال43 لنادي الأهلي. بطولة الدوري العام ال43 لنادي الأهلي، بطولة بجدارة، بطولة بلا هزيمة، بطولة بلا هزيمة مع قيادة الكابتن محمد الشناوي كابتن النادي الأهلي، الذي هو يريد أن يرفع، أو الذي هو رفع درع بطولة الدوري العام استلاما من الكابتن محمود الخطيب، استلاما من الكابتن محمود الخطيب. وهذا أكبر احتفال يقدمه نادي الأهلي. أهلا ومرحبا بكم في قناة الكوتش سبورت. لا تنسونا باللايك والاشتراك، لا تنسونا باللايك والاشتراك في قناة الكوتش سبورت. نحتفل ببطولة الدوري العام، والليلة هو ليلة عيد، الليلة هي ليلة عيد، ليلة عيد للأهلوية في جميع أنحاء العالم، وليس في مصر بل في جميع أنحاء العالم. ليلة عيد لكل هو أهلاوي، ليلة عيد احتفالنا ببطولة الدوري العام، ليلة عيد حصول النادي الأهلي على بطولة الدوري العام بلا هزيمة وبجدارة، بلا هزيمة وبجدارة يحصل النادي الأهلي على بطولة الدوري العام. فالنهاية أنقول ألف ألف مبروك فوز النادي الأهلي ببطولة الدوري العام. حرس الحدود كان اليوم ندا قويا، مع أن الأهلي ضيع فرص كثيرة. النادي الأهلي ضيع فوق 10 أهداف، النادي الأهلي ضيع 10 أهداف، فرص كثيرة ضاعت من جميع لاعبي النادي الأهلي بلا استثناء. أما بالنسبة للهدف الذي نبغ حرس الحدود، طبعا هو هدف معاكس، الذي أحرزه في مرماه هو خالد عبد الفتاح، لكن لا يؤثر على نادي الأهلي، لا يؤثر على نادي الأهلي. كنا نريد أن نخرج بهذا المباراة بفوز. وهدف الملغي من الفار طبعا بحدة انهيادات في ايد كهربا، هذا طبعا قرار لا تعليق عليه، سنتكلم في التحكيم فيما بعد، الحالات التحكيمية بالكامل، لكن اليوم نحتفل وغدا نتكلم في الحالات التحكيمية. اليوم هو يوم عيد، اليوم هو يوم عيد، يوم عيد بالنسبة للكرة المصرية، بالنسبة للأهلوية، يوم عيد بالنسبة للأهلوية. فألف ألف مبروك فوز نادي الأهلي ببطولة الدوري العام، ألف مبروك فوز نادي الأهلي ببطولة الدوري العام.
لا تنسوا اللايك والاشتراك، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.